السلام عليكم يا جماعة. لو عندكم جهاز مالتي جيم 2 محطة أو 6 محطة في البيت، أو لسه هتشتروا الجهاز ده من أي شركة أجهزة رياضية، لازم تعرفوا إن الجهاز ده فيه مشكلة كبيرة جدا. الجهاز ده أنا اشتريته من 7 شهور كده. اكتشفت المشكلة دي وأنا بلعب تمرين رجل دفع أمامي. سمعت صوت حكة كده، فكنت بتجاهلها فمطنش. فمرة بمرة وأنا بلعب بتمرين رجل دفع أمامي الصوت ده ازداد، فببص لقيت الواير قشر ونسل. الصوت ده كان جاي منين والواير قشر ونسل وكان هيتقطع منين؟ الحديدة اللي تحت البنش اللي انتوا بتبقوا قاعدين عليه الكرسي، الحديدة اللي تحت الكرسي دي، الحديدة دي من تحت خالص بيبقى فيها فراغ طويل كده، الواير معدي منه وما فيهاش عجلة، ما فيهاش بكرة. دي الحديدة اللي في الجهاز ده اللي ما فيهاش بكرة يعني. المهم، الحديدة دي لما تيجي تلعبوا تمرين رجل دفع أمامي، فالواير بيطلع فوق وبيحك في الحديدة من فوق، فهيقشر وينسل. لو ما عالجتوش المشكلة دي الواير هيبوظ عندكم. خليكم معايا، أهم حاجة تشاهدوا الفيديو ده للنهاية، علشان لو لسه هتشتروا الجهاز ده انتوا هتدفعوا مبلغ، ولو الجهاز اوريدي عندكم في البيت تعرفوا المشكلة فين وازاي تعالجوها وتشوفوا لها حل زي ما انا عملت. خليكم معايا وهوريلكم المشكلة فين في الجهاز وازاي تعالجوها وتشوفوا حل للمشكلة دي، لانها مشكلة خطيرة فعلا. خليكم معايا وهتشوفوا ده ازاي. ده يا جماعة جهاز مالتي جيم اللي عندي في البيت. المشكلة في الجهاز ده بقى فين؟ الكرسي ده اللي بتقعدوا عليه، في حديدة تحت الكرسي. الحديدة دي شايفينها؟ الحديدة دي بيبقى فيها فراغ من هنا وما بيبقاش فيها البقرة دي. البقرة دي انا اللي جايبها ومركبها، واخدت الجزء ده ورحت عند خراط بعد ما جبت البقرة. قلت له، علمت بالقلم وقلت له انا عايز افتح فتحة على مقاس البقرة دي، واخدتها معاه. فتح لي الفتحة دي واشتريت مسمار ووردتين وركبت البقرة. ده ليه بقى؟ علشان وانا بلعب تمرين رجل دفع امامي، وانا بلعب التمرين ده كده تمام، انا رافع كده كاني قاعد وبلعب تمرين رجل دفع امامي. فوانا بلعب كده الواير كان بيطلع لفوق هنا، بيحك في الحديدة دي. لما بلعب دفع امامي فالواير بيحك هنا، فالواير بيقشر. الواير قشر ونسل. وانتوا قاعدين بتلعبوا هتسمعوا صوت حكة ده من الواير. فانا عملت ايه؟ كلمت الشركة، قلت لهم انا في بقرة عندي باظت. طبعا انا قلت لهم كده ومفيش بقرة عندي باظت او حاجة، عشان بس معرفتش اجيب بقرة منين، وفكرت ازاي اعالج المشكلة دي بس معرفتش اجيب بقرة منين. فكلمتهم، بعتولي فني البيت، جاب لي بقرة واخدتها منه. قلت له انا علشان عندي مشوار اكلمك تيجي بعدين تركبها بس. فاخدت منه البقرة وفكت الجزء ده وعلمت بالقلم، واخدت البقرة معاه والجزء اللي تحت الكرسي ده، الحديدة دي. رحت عند خراط وقلت له انا عايز افتح فتحة هنا للبقرة دي. فتح لي فتحة هنا، رحت اشتريت مسمار بعد كده ووردتين وركبت البقرة علشان احمي الواير انه ما يبوظش، ما ينسلش ويبوظ، يعني علشان احمي الواير عشان ما ينسلش ويبوظ ويتقطع بس. فركبت البقرة. دلوقتي بلعب تمرين رجلي دفع امامي، فكده الواير ما بيحكش زي الاول. بس هما في الشركات الاجهزه الرياضيه اوريدي بيبقوا عارفين المشكله دي وما بيحلوهاش. يعني ليه ما يفكوش الجزء ده ويروح عند خراط ويفتحوا فتحة هنا ويزودوا بقرة؟ ده طبعا علشان ترجعوا لهم تاني وتقولوا لهم الواير اتقطع، ويبعتوا لكم فني البيت وتغيروا يجيب لكم واير جديد وتدفعوا فلوس وكده.
بس اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشتركوا في القناة علشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله اقدر اساعدكم بيه. بس في دي مشكلة يا جماعة ان شاء الله تعرفوا تحلوها. دلوقتي كده انا حميت الواير عندي دلوقتي بيلف على رولز كاملة، على بكرات كاملة، وبيحكش في اي حاجة. فبكده انا حميت الجهاز بتاعي والواير بتاعي نحافظ عليه لأطول فترة ممكنة. بس اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وكده انتوا، اتمنى تكونوا فهمتوا هتعملوا ايه، وان شاء الله تحلوا المشكلة دي عشان الواير ما يحصلش فيه مضاعفات. ولو استفدتم من الفيديو ده لايكس وشكرا، وانا عملت كده لمساعدتكم مش اكتر.